كائنات صغيرة جدا لدرجة إننا غالبا ما بنلاحظهاش، بس في الحقيقة هم واحدة من أقوى القوى المحركة لكوكب الأرض. تخيل إن عدد النمل على الكوكب أكتر من كل الثدييات والطيور مجتمعين، بل إن وزنهم الكلي بيساوي وزن كل البشر اللي عايشين دلوقتي حالا. دلوقتي تخيل لو فجأة اختفوا من كوكبنا. في الأول مش هتحس بحاجة غلط، بس بعدها التربة هتبدأ تموت. النمل هم المهندسين الجيولوجيين الحقيقيين، بيحفروا أنفاق، بيخلطوا المعادن وبيدخلوا الأكسجين للأرض. من غيرهم التربة هتتحجر والزرع هيعاني والغابات هتضعف من الجذور، لأن البذور بطلت تتحرك. أكتر من 30% من أنواع النباتات بتعتمد بشكل كامل على النمل عشان ينقل بذورها ويحميها. من غير النمل أنظمة بيئية كاملة هتفقد قدرتها على التكاثر، وبعدين هيحصل انفجار في أعداد الحشرات الضارة، لأن النمل هو المفترس الخفي اللي بيسيطر على الآفات دي من غير ما نحس. المزارع هتفشل، أسعار الأكل هتولع، والمجاعة هتبدأ، وحتى الجثث مش هيختفوا، لأن النمل هم عمال النظافة اللي بيتخلصوا من الجثث والفضلات. من غيرهم الأمراض هتنتشر، البكتيريا هتزدهر، والتوازن البيئي هيكون في خطر كبير. الحقيقة إن النمل عاصر الديناصورات، ونجا من العصور الجليدية والانقراضات الجماعية. البشر موجودين من لحظة واحدة بس في عمر الزمن، ومع ذلك هددنا وجودهم. لو النمل اختفى الأرض مش هتنفجر، هي بس هتفك من بعضها، نظام ورا التاني. لأن النمل مش مجرد حشرات، النمل هم بنية تحتية حية شايلة الكوكب كله على كتافها. ها يا بطل، لسه ناوي تدوس على النملة لما تشوفها النهاردة؟ فكر مرتين، لأنها لو اختفت هي وجيشها إحنا اللي هنختفي وراهم. شارك الفيديو ده عشان نوعي الناس بالجيش الخافي اللي بيحمينا، وما تنساش اللايك والمتابعة عشان توصلك كل الألغاز الجديدة من فهمي. سلام يا صاحبي.